احبابي، سلام الله عليكم. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى الف خير. الوصفه ديالنا ديال اليوم هي الرايب اللي كيجي عاقد وناجح 100%. غير تبعوا الفيديو للاخير وغادي تنجح الوصفه معكم ان شاء الله. ندخلوا مباشره في تحضير الوصفه. لتحضير الوصفه غادي نحتاجوا لتر من الحليب، 1 كيس سكر فانيلا، 3 معالق كبار سكر سنيده، واحد دانون فاني اللي يكون عاقد يعني متماسك، ماشي يكون دانون كريمي. غادي نوضعوا الحليب في الكاسرونه وغادي نقصوا منه كاس ديال الحليب. هنا في هذه اللحظه راني خليت في الكرتونه الجهد ديال كاس ديال الحليب. غادي نضيفوا السكر، كيس الفاني، وغادي نخلطوا الكل بمضرب يدوي. بعد ما غادي نخلطوا جيدا غادي ناخذوا انيه اخرى غادي نوضعوا فيها دانون الفاني اللي كنأكد خصو يكون عاقد، يعني يكون متماسك، ما يكونش دانون كريمي. وغادي نزيدوا معاه كاس ديال الحليب اللي خلينا جانبا. غادي نخلطوا هاد المكونين بالمضرب اليدوي كذلك جيدا، وغادي نخليهم جانبا حتى غادي نحتاجوه. بالنسبه للخليط الاول هنا غادي نوضعوه على النار ونخليوه حتى يغلي الحليب كما كتشوفوا. ما نطفيوش النار في هذه المرحله، غادي نخلطوه بالمضرب اليدوي، يعني بحال غادي نخفضوا درجه الحراره. غادي نكرروا هذه العمليه 3 النوبات، يعني غادي يفيض الحليب غادي يطلع ونخلطوه بالمضرب اليدوي، وعاود يطلع مره اخرى ونعاودوا نخلطوه بالمضرب اليدوي، ونعاود يطلع ونخلطوه بالمضرب اليدوي المره الثالثه. يعني هذه المره عفوا يعني هاد المرحله هذه غادي نكرروها 3 ديال المرات. الا وصلتوا معايا في الفيديو حتى لهاد اللحظه هذه نزلوا خليوا لي جيم الا جات على خاطركم، لان الجيم هو اللي كيخلي الفيديوهات تقترحوا على العموم. هانتوما كما كتشوفوها هو غلا مره اخرى. انا كنخلط هنا، ممكن اكد عليها هاد العمليه هذه نكرروها 3 ديال المرات. انا ما بغيتش نسرع هذا المقطع هذا باش تشوفوا يعني الامور كما هي. هنا في هذه المرحله غادي ناخذوا الحليب وغادي نصفيوه اللي غلا وعاود. هانتوما كتشوفوا باش كيتحيدوا ديك الشوائب، وكنخليو الحليب جانبا حتى نقدروا ننزلوا صباعنا ونستحملوا درجه الحراره. انتم كما كتشوفوا انا راه جربت، يعني ماشي كيبرد وماشي كيدفى، باين البينين. يعني ملي تخشي الصباع ديالك تقدر تستحمل درجه الحراره. صافي كنضيفوا ديك الساعه ديك الحليب ودانون اللي خلينا جانبا، غادي نصفيوهم كذلك باش كيتحيد ديك الشوائب ديال دانون. هانتوما كما كتشوفوا، او الياغورت. صافي كنوضعوه في شي ابريق ولا هذا اللي غادي يسهل علينا باش نفرغوه في الكؤوس، وغادي نعمروا الكويسات ديالنا. هذه هي الكميه اللي تحصلنا عليها في اطرو ديال الحليب. اللي بغى اكثر راه كيضاعف الكميه. في هذه الاثناء هذه صافي راني غادي ناخذوا علبه محكمه الاغلاق، غادي نوضعوا فيها سربيطه لتحت زويف، وغادي نستفوا فيه الكيسان، وغادي نوضعوا من الفوق الورق النشف، يعني ورق المطبخ. صافي وغادي نغلقوه مزيان، وغادي نوضعوه في بلاستيك غير بشويه باش ديك الكيسان
ما يتزعزعوش كي يكون هنا الرايب باقي معقد، يعني كندخلوه غير بشويه. كنغلقوا ديك البلاستيك وغادي ناخدو غطاء ولا مانطا وغادي نلويوه فيها بهذا الشكل هذا، وغادي نعاودو غادي نغلفو ديك الغطاء بالبلاستيك، غادي نخليوه لمده ليله كامله حتى للصباح، وغادي نشوفوه. احنا هنا في هذا الاثناء غادي نفتحوه مع بعضياتنا بعد ما بات ليله كامله. يعني هذا الرايب ما غتحتاجوا لا الاله ولا كوكوط ولا حتى حاجه، يعني غير بهذه الطريقه هذه وكيجي ناجح ما شاء الله 100%. انا هنا كنفتح معكم على المباشر، يعني باش نشوفوا جميع النتيجه مع بعضياتنا. وهذا هو الرايب ديالنا، هانتوما كما كتشوفوا. راه كيجي غزال وكيجي عاقد. بعد ما كنحيدوه من هاد العلبه هادي، راه حنا كنوضعوه في الثلاجه حتى كيبرد مزيان، عاد كناكلوه او كنستهلكوه باش كيكون يعني يعني الا ما بغيتوش ديروه في الثلاجه ما ديروش، ولكن من الاحسن كيكون كيزيد يبرد حسن. ها انتم كتشوفوا واخا بلا ثلاجه بلا والو، ها انتم كتشوفوا راه ناجح. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت رضاكم وراها فعلا كتستحق التجربه. غير جربوه وما غتندموش. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساونيش من جيم وكومونتير زوينين بحالكم وتبارطاجيوني مع احبابكم كرما وليس امرا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله وحفظه، والى وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.